رفضوا؟ رفضوا. امال هم الالتراس او احفاد الاسكندر الاكبر امبارح احتلوا النادي ازاي؟ مش مقتنعين ان في مجلس اداره. هو لو في مجلس اداره النادي يتقفل وفي جمهور يخش يحتل النادي ايا كان؟ ده احنا ما نعملهاش. يعني احنا فكرنا في وقت ان احنا نخش النادي ونحتل النادي ونتصرف. انتوا مين؟ قدامى لعيبه الاتحاد. قلنا لا مش عايزين الفرقه برضك في ظروف. ده امتى فكرتوا؟ امتى يا كابتن؟ انا بفكر فيها بقالي 5 6 اشهر القصه دي. يعني بقالكم مع زملائي. انا صاحب الفكره كنت. والله؟ يعني ايام بالظبط لما ابتدوا الملعب يحفروا فيه بقى وهيتعمل حمام السباحه وبتاع، فقلنا نخش نكرش المقاول بالعده بتاعته بالاسمنت بره النادي واحنا نقعد في النادي يا جماعه. الملعب اللي هو ملعب الكوره اللي هو اتعمل حمام سباحه. ملعب نادي الاتحاد اللي كان فيه اسم مدرج الكابتن سيد حوده ومدرج ام كلثوم والاهلي والزمالك وذكرياتنا لعبنا في الملعب دوري عام. كل ده بقى حمام سباحه. نعم. ايه يا كابتن اسلام الموضوع ده موضوع كبير يعني. ولسه كمان ما بقاش حمام سباحه لسه؟ ده مشروع حمام سباحه. يعني ملعب زي ما هو لحد دلوقتي؟ مفيش ملعب. خلاص مفيش ملعب. في انشاءات. ملعب الكوره اللي كان موجود حضرتك انا عارف طبعا، كنا بنمرن عليه الولاد وكده. في جزء انشاءات وجزء شويه تراب كده على جنب. يا نهار ابيض. والله اللي عايز يشوف يجي. يعني يا ريت تروح تصور. لا هنروح نصور. طب كابتن علي غيط زي ما انت سمعتني في المقدمه يعني اعلن استقالته على مباشره من انه يكون مستشار فني لمجلس اداره نادي الاسماعيلي. نروح للكابتن عاطف عبد العزيز عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي نعرف برضو وجهه نظر مجلس اداره النادي الاسماعيلي في الاستقاله ديت اللي قدمها الكابتن علي غيط على الهواء مباشره معانا في شارع النهار. كابتن عاطف ازي حضرتك؟ كابتن احمد ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ وحشنا يا كابتن. والله كله تمام الحمد لله يا كابتن وانت كمان. واضح ان الكابتن علي غيط عنده مراره والراجل يعني قدم استقالته على الهواء وقال لك انا زهقت. لا الكابتن علي غيط تعبان ولا حاجه. انا في عندنا دكاتره كويسين جدا في اسماعيليه. تعبان ازاي؟ ما انت بتقول في مراره، عنده مراره منين؟ الراجل مش مبسوط. لا الكابتن علي غيط ابن النادي الاسماعيلي، ويمكن هو لما حب يدخل النادي الاسماعيلي يمكن مجلس الاداره عرض ان الكابتن علي غيط يعني عايز يخدم النادي في اي مكان ولا في اي منصب، واحنا فوري يمكن انا قعدت انا والحاج محمد ابو السعود وقلنا له ده حاجه جميله للنادي وحاجه مفيده للنادي الاسماعيلي. طيب طب هو يعني اكيد الراجل وصل لمرحله ان هو مش مبسوط فالراجل قدم استقالته. انتوا كمجلس اداره النهارده لو الكابتن علي غيط في حاجه مش بسطاه داخل النادي الاسماعيلي لازم يوضح الحقيقه، لان علي غيط يعني محب جدا للناس الاسماعيليه طبعا بتحترمه وبتقدره. وهو انا بتمنى يعني ان علي غيط يعني ما يفكرش في الكلام دوت، لان احنا كلنا يعني يمكن احنا يعني وصلت لنا مشاكل كتير جدا، وانت فعلا كده يا كابتن احمد ان احنا قدمنا استقاله ولما دخلنا ولقينا ظروف صعبه جدا. لما انا النهارده ابن النادي الاسماعيلي هقول النهارده اقدم استقالتي والكابتن علي غيط هيقدم استقالته والحاج محمد رسول هيقدم استقالته والناس ديت، امال مين اللي هيقف جنب النادي يساعد النادي في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها؟ لا يا كابتن احنا ما بنعرفش نهرب من نادينا. مع احترامي للناس اللي بتقعد تتكلم في المواقع والناس اللي بتقعد تقول اقاويل وكلام والكلام ده. لا النادي الاسماعيلي احنا لو النهارده احتاج هدومنا اللي احنا لابسينها هنخلعها للنادي الاسماعيلي ومش هنهرب من النادي الاسماعيلي ابدا. انا بوجه لكل واحد زي علي غيط وزي عاطف عبد العزيز زي الناس اللي هم لعبوا للنادي الاسماعيلي وفعلا يعني تعبوا ويمكن في دم من جسمنا في النجيله بتاعت النادي. ما ينفعش النهارده نقول ان احنا عايزين نقدم استقاله عشان في مشاكل اداريه او في مشاكل مع لعيب او في مشاكل مع اعضاء مجلس الاداره. مش هينفع. انت دخلت عشان تشتغل وشغل عام للنادي الاسماعيلي تحمل المسؤوليه كامله وتطلع لو في حاجه مضايقاك من عضو مجلس الاداره او من اي حد داخل النادي الاسماعيلي تكون صريح جدا وتقول انا فلان ده بيحاربني او فلان ده مش ضد النادي او فلان ده مش عايز يخدم النادي. هو اي حد موجود يا كابتن احمد لازم النهارده انت في مكان لازم تكون صادق مع نفسك. في ناس اسماعيليه ما بتحبش المواجهه، بكلمك كلام صريح جدا اهو. في ناس اسماعيليه وانا بقول للكابتن علي غيط في ناس اسماعيليه ما بتحبش المواجهه، ممكن توقع بيني وبين علي غيط، ممكن توقع بيني وبين الحاج محمد ابو السعود ودي مش شغلتنا ولا اتعودنا عليها. النهارده علي غيط في مشاكل جوه النادي الاسماعيلي اطلع يا علي غيط قول انا في فلان وفلان وفلان دول
بيحاربوا النادي ومش عايزين النادي ينجح. ما هو طلع ما هو يا كابتن عاطف، هو طلع واتكلم، فالكابتن احمد خيري طلع في مداخله وما كانش عاجبه اللي بيقوله الكابتن علي غيط، وقال ان يعني هو منزعج من بعض اللي بيقوله الكابتن علي غيط، وعلى اساسه الكابتن علي غيط مش حابب برضه ان ده يحصل. الراجل شفاف وعايز يقول للجمهور ان هو بيتفق وبيقعد مع الولد وبيتكلم معاه، بس واضح ان احمد خيري له قصه ثانيه او له في دماغه موضوع ثاني، فالراجل واضح ان في عليه ضغوط كتيره جدا، فوصل بيه الحال انه قدم دلوقتي استقالته على الهوا. والله يا كابتن خيري لعب للنادي الاسماعيلي بقاله 8 سنين بيلعب في النادي الاسماعيلي فريق اول، عايز الفلوس اللي عرضها عليه النادي الاسماعيلي. احنا كلنا بنحترم خيري وبنحترم عمر وحمص ومهاب واحمد الجمل، وجودهم اللعيبه الخمسه اللي هم عايزين يجددوا كلهم دول اولاد النادي. هنا نقعد على الترابيزه، واكيد الناس دي عارفه الكلام ده كويس جدا، كلهم بيعشقوا النادي الاسماعيلي. تمام. يعني انا صراحه انا عايز اقول لك على حاجه يا احمد، انا هحكي مع عمر 5 دقايق والله. تمام. اقول لك ان عمر بيحب النادي واكثر منه من اكثر من اي حد. عمر جمال لو اديت 5 جنيه وعارف الظروف اللي بيمر بيها النادي ما بيتاخرش. انا عايز بقى اللعيبه تحس ان فعلا النادي في ظروف صعبه، ولازم الناس تقف جنب النادي الاسماعيلي. انت النهارده لما انا هقدم استقالتي هنجيب مين يخاف على النادي الاسماعيلي؟ هنا في مجالس كتير جدا جت من بره اسماعيليه، النهارده كل المجلس المتواجد من جوه اسماعيليه، ممكن يكون في اختلاف في الراي، بس اختلاف في الراي ما يخلينيش اهرب من المسؤوليه. لازم اقعد اواجه. يعني انت بتطالب الكابتن علي غيط انه ما يتهربش من المسؤوليه ويبتدي موجود. ما يقدرش يمشي في الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، لان علي غيط محب في الاسماعيليه ومحب النادي والناس بتحبه وبتحترمه. يعني انت كعضو مجلس اداره في النادي الاسماعيلي يا كابتن عاطف بترفض هذه الاستقاله؟ طبعا، وارفض الكلام اللي بيتقال في المواقع ان علي غيط كل شويه بيقول هيقدم استقالته والكلام ده، الكلام ده مش مظبوط. شكرا. وانا مش عايز ان الكابتن علي غيط يطلع النهارده يقول انا خلاص زهقت من النادي الاسماعيلي، لا، اقول ان انا زهقت من اشخاص معينه بتحارب النادي الاسماعيلي. تمام يا كابتن عاطف، رسالتك واصله. بشكرك كابتن عاطف عبد العزيز عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي. نرجع للنادي الشعبي الاخر، نادي الاتحاد السكندري. كابتن اسناوي، انت بتقول لي ان كان في ملعب الكوره، كابتن جارم بيقول ان في بقى في بسين او في حمام سباحه. مشروع حمام سباحه. والله يا كابتن انا لما بدخل نادي الاتحاد وبشوف الملعب دوت ومتخيل ان انتوا كنتوا بتتمرنوا عليه وكابتن بوب والاسماء الجميله دي. كابتن كان عندنا استاد، مش نادي، استاد، ولكن نادي الاتحاد نادي كوره. ما هوش نادي اجتماعي ولا نادي باسكت خالص. لا نادي باسكت طبعا. لا نادي كوره وباسكت بامانه طبعا. تمام. الباسكت لحد دلوقتي مشرف النادي الاتحاد. كسب الاهلي النهارده الباسكت. الحمد لله. اللي بيجوا يبقوا مسؤولين على نادي الاتحاد ما بيخططوش. نادي الاتحاد محتاج تخطيط. ليه؟ نادي الاتحاد نادي فقير، كل سنه عاوز له 14 مليون جنيه. منين؟ اللي بيجي يخسر اللعيبه نفسها محدش عارف بيجيب اللعيبه دي منين ومين اللي بيخطط. مين اللي جاب اللعيبه السنه ده يا كابتن؟ الله اعلم، والله ما نعرفش. لا انا اقول لك الدكتور عفت هو عامل لجنه كوره ما اجتمعتش ولا اجتماع. مين لجنه الكوره؟ مين اعضاء لجنه الكوره؟ كابتن حسن، الدكتور حسن ابو عبده رئيس قطاع الناشئين. ايوه. كابتن شحته. ايوه. كابتن هاني سرور. ايوه. كابتن عيد احمد. طيب كباتن كبار واسماء كبيره. طيب لو يقول ان هو اجتماع واحد بيهم، اجتماع واحد ما عادش معاهم ولا يعرفها. اللعيبه دي جت ازاي يا كابتن؟ هم بيهدوا الراي العام. يعني اللعيبه دي يا كابتن معلش، اللعيبه دي جت ازاي؟ في مكتب الدكتور عفت. ما انا قلت الكلام ده. انا قلت الكلام ده في مودرن. في مكتب الدكتور عفت في القاهره كمان. في اسكندريه، مش في اسكندريه، هو عنده مكتب في اسكندريه وفي القاهره. في القاهره يمضيه على العقد وكله تمام ويقبضه ويبعته للمدرب في اللي هو مثلا كابتن احمد ساري. اي مدرب بالتليفون، كله بالتليفون. النادي ماشي بالتليفون، بس مش بالعكس ان المفروض المدير الفني هو اللي يطلب. لا ما طلبش حاجه. لا هو كان متاكد ان مفيش دوري. هو كان عن الدكتور عفت لاخر وقت كان معتقد ان مفيش دوري. فقال لك هجيب لعيبه. يعني ايه رايك في اللعيبه يا كابتن؟ والله فيهم ناس كويسه وفيهم ناس دون المستوى تماما. يعني مين اللي بيعجبك فيهم؟ والله القدام برضه عندك السيد فريد لعيب كويس، علي المساك بس علي غيط مش فاكر. علي جبر ده لعيب كويس. محمود فتحي، الولاد الناشئين بتوع النادي. والهاني سليمان طبعا حارس مرمى جيد. والهاني طبعا حارس ممتاز. وبعد كده دون المستوى يعني مش هيشيلوا النادي الاتحاد. مش هيشيلوا نادي الاتحاد. لا نادي الاتحاد ممكن ينزل كابتن جارم؟ اكيد. نعم باللعيبه دي اكيد هينزل. اسوأ فرقه. ما احنا نزلنا. انا مش متفق معايا. انا متفق معاك ان الفرقه مش كويسه. لا استاذ احمد اتفضل. في خلاف ان احنا نزلنا الموسم اللي فات؟ لا ما احنا نزلنا.
لولا الثوره. بس يا ريت نزلنا. ايه لو نزلنا احسن. ليه يا كابتن؟ كده ما هو دلوقتي انت لو نزلت بقت في مصيبه. مين اللي هيشيلها؟ مجلس الاداره. لا، ولاد النادي. ولاد النادي اللي بيشيلوا كل حاجه. مجلس الاداره هيجري. مجلس الاداره هيجروا طبعا. بس كابتن انت قلت جمله صعبه قوي، قلت يا ريت يا ريت ونزل. لا كنا كسبنا سنه. ايه؟ كنا كسبنا سنه بولاد النادي، احنا عندنا اشبال كويسه في النادي. وكان احمد سالم هيلاعب الاتحاد ينزل يا كابتن جاري. مش ينزل بالمعنى، لو ينزل سنه ويبقى كويس وتخطط له، يا ريت. ما احنا في المعاناه دي من قد ايه يا استاذ احمد؟ لا دي بقى لها سنين. كام سنه؟ لا ده بقى لنا ساعتها كله حضرتك داخلين في 30 سنه النادي الاتحاد بينزل، ولكن هو عشان صرح فبدأ ينزل بالبطيء. مفيش حد بيجي يخطط للنادي، ولا محمد مصلح النائب السابق، ولا دكتور عفت، ولا دكتور كمال شلبي. الامكانيات ضعيفه. الاستاذ محمد مصلح تفضل مشكورا، فعلا جاب حته ارض برج العرب 50 فدان. ما تابعناهاش ليه؟ لدرجه ان هي راحت على النادي، والنادي سموحه عمل هناك، احنا ما تابعناش ليه؟ وجايين النهارده بندور على الارض ازاي؟ طب المفروض ان دكتور عفت كان يتابع. كل الناس تتابع. كله. طب هقول لحضرتك، في المداخلات اكيد بتسمع. قال كم مره هيجيب ارض؟ كتير. حصل؟ ما حصلش. طب والوعود الانتخابيه او الوعود اللي كان بيقولها المجلس او الاعضاء الجمعيه ان في ارض حصل؟ لا حصل من الوعود دي. هقول لحضرتك السنه دي في 1000 عضو جداد. ب5 مليون. ب5 مليون. يعني احنا وصلنا دلوقتي حوالي 30,000. تمام. بمتوسط العضو نقول 4 اشخاص. يبقى 120,000. احنا مفيش فدانين، منهم طبعا حمام السباحه والمحلات اللي عملها بس واحد يقول لك هو عامل حمام السباحه علشان بيجيب فلوس في الصيف. طب ما جبتش بديل ليه الاول اجيب هو نادي سباحه ولا نادي كوره؟ احنا نادي كوره. احنا نادي ايه؟ نادي الاتحاد نادي كوره. نقلبه سباحه بقى. نخش دوري السباحه. احنا مش نادي اجتماعي. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ يعني كابتن جاري، طب اروح لاحمد السيد اعرف بس الاجواء جوه النادي نعرفها هناك من مراسلنا وزميلنا احمد السيد من اسكندريه. ابو حميد، تحياتي ليك احمد، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن جاري وكابتن اعذرني كابتن اسناوي. تحياتي ليهم جميعا يا رب وكل مشاهدينك الكرام. قول لي يا ابو حميد، الاجواء عندك ايه في جوه النادي؟ يعني القصه وصل لحد فين جوه نادي الاتحاد؟ القصه لحد نادي الاتحاد في اليوم الثاني على التوالي في اعتصام داخل جدران نادي الاتحاد في غرفه مجلس الاداره. منذ قليل يعني من حوالي ساعه كان متواجد كابتن هاني سرور، كابتن احمد ساري، كابتن محمد عمر، بيحاولوا يتكلموا مع الجماهير عايزين ايه، طب نشوف مين اقتراحاتكم، لكن هم مصممين ان هم يفضلوا متواجدين داخل غرفه مجلس الاداره. النهارده كم واحد يا ابو حميد؟ كم واحد جوه الغرفه؟ المتواجد حوالي مثلا بيبقى متواجدين دايما 25 20 ويتوافد بقى من الصبح يتوافد مجموعه تروح يعني المحترجات لازم تروح شغلها وبترجع تبادل عمليه تبادليه يعني. وقافلين النادي بقى ولا عادي بقى الناس بتخش وتطلع عادي ولا ايه؟ لا هو امبارح لحد الساعه 3 الظهر كان باب النادي كان مقفول، ومن بعد الساعه 3 فتحوا باب النادي، الناس الاعضاء الجمعيه العموميه بتخش النادي عادي، الحياه مستمره تحت، لكن هو غرفه مجلس الاداره هم قافلينها وقاعدين جوه منها وجالسين فيها. كمل يا ابو حميد وبعدين. يعني امبارح الموضوع ابتدى اساسا من اول امس، كانت دعوه يوم الجمعه لتواجد الجماهير انها تعمل وقفه احتجاجيه تطلب برحيل مجلس الاداره. بالفعل وصلوا الجمعه، كانت حوالي الدعوه دي كانت الساعه 6 مساء، الجماهير جت ووقفت، ما حدش سمع لها، ما حدش جالها، ابتدت تتحرك قطعت الترام بحيث انها بتعدي عمليات تصعيديه. جت حوالي الساعه 8 مساء طلبوا من الاعضاء دخلوا النادي بيساعدوا، ما حدش بيكلمنا، ما فيش مسؤول، ما فيش عضو مجلس اداره، ما فيش حد بيقابلنا. دخلوا اعضاء النادي بعد اذنكم جميعا الاعضاء حضراتكم تطلعوا بره النادي لان احنا هنقفل النادي. بالفعل الساعه 9 بالظبط كان معظم الاعضاء طلعت، ما كانش متواجد غير الاستاذ جاسم منير مدير عام النادي اللي هو كان متواجد طول اليوم. باب الساعه 9 باب النادي اتقفل بجنازه. وكابتن جاسر عرفت انه راح المستشفى فيها وحدوته وجات له. حضرتك هيجي لحضرتك في ثاني يوم اللي هو امبارح 9 الصبح ابتدت الجماهير تتوافد، مؤيد ومعارض، حصلت مشادات. كابتن جاسر ابتدى ان هو يهدي الامور وانفعل. احنا كابتن جاسر عنده ازمه قلبيه فانفعل، حصل له حاله اغماء، انتقل على اثرها لاحدى المستشفيات بجوار النادي،
وبالفعل يعني الحمد لله هو خرج امبارح في حدود الساعه 6 ولحد وقتنا هذا لم يعني متواجد في البيت في حاله اللي الاطباء طلبوا منه ان هو محتاج راحه. تمام يا احمد. النهارده فضلنا ماشيين على نفس اليوم. جت الساعه 6 امبارح الاعضاء مجموعه ارتر جرين ماجيك عملت دعوه بتواجد الجماهير بحيث ان هم يكملوا تواجد الساعه 6. بالفعل جم قطعوا الطرق، ما فيش حد كلمهم ولا حد مجلس اداره ولا اي حد تواجد. جم قطعوا الطرماي وقطعوا واتجهوا ناحيه البحر وقطعوا لمده حوالي 3-4 دقائق واتجهوا على النادي. فوجئنا بوجود الاستاذ علي شوقي وكيل وزاره الشباب والرياضه بالجيزه وبالاسكندريه سابقا ان هو جاي وقاعد بيتكلم معاهم، بيحاول ان هو يطلب منهم ان هم يفضوا الاعتصام ونتكلم ونتحاور ونشوف الموضوع ده. لكن برضه اصروا على موقفهم. احنا معتصمين بايتين جوه النادي مش ماشيين غير لما مجلس الاداره تبعاتهم حاله قلق بقى. تيجي تتكلم معاهم احمد خايفين يقول لك احنا لحد دلوقتي في الدور الاول مش هنستنى الدور الثاني، مش هنستنى حد يقول لك الدوري ما فيش هبوط السنه دي والكلام اللي بيتقال وما نعرفش فيه هبوط ولا مش هبوط. النادي مجلس الاداره اخل بوعوده. ارض ما فيش، انشاءات ما فيش، دعم للاعيبه سوبر ما فيش، لعيبه بترحل، الاستغناء عن لعيبه الاثنين الافارقه اوتوبونجو وفرانسيس قبل الدوري. بدايه الموسم ما فيش دوري السنه دي، اللعيبه ما بتتمرنش، فترات رحيل مستر مكيده اللي هنتفق مع كابتن فاروق جعفر ما فيش كابتن فاروق جعفر، في مدرب برازيلي. حتى كان في تخبط وحتى كان في يعني انقسام في المجلس نفسه ما بين دكتور عفت في وقت من الاوقات مع باقي اعضاء المجلس. يعني انا عرفت ان اعضاء المجلس حتى في استقالات اتقدمت يا احمد. انا هقول لحضرتك بالفعل هو ممكن انا بس يعني بقول لحضرتك بوضح لك الصوره كمان. هقول لك ان في استقالات كمان النهارده، في 3 استقالات ومن ضمنهم استقاله مشروطه. يعني لو المجلس هيستقيل انا هستقيل، لو مش هيستقيل احنا موجودين انا مش هستقيل. ده مين اللي قدم الاستقاله دي؟ يعني كان في كلام في مصطفى حسين ان هو قال يعني ده كان في حوار بيني وبينه كمان. لو لقيت ان الاعضاء كان في حوار بيني وبينه اول يوم الخميس كنت بتصل كان اعلن الكابتن هاني طب انا هقول لك يا ابو حميد، انا عندي مثلا مصطفى حسين استقال، ده اللي يعني ده اللي انا عارفه يعني. وحازم الرجال استقال. واستاذ حازم الرجال استقال، واستاذ الرفاعي والرفاعي استقال، وكابتن هاني سرور استقال، واستاذ سمير عبد الحميد استقال. او دكتور سمير عبد الحميد. الوحيد اللي قدم ورق لمدير عام النادي او ورقه مكتوبه باستقاله كابتن هاني سرور. كابتن هاني سرور والدكتور سمير تليفونيا. مصطفى تليفونيا يعني حسب زي ما اتقال. حازم الرجال ووائل الرفاعي كان في اتصال بيني وبين وائل الرفاعي، قال لي انا خارج الاسكندريه كلمت حازم الرجال ان هو يقدم استقاله مزدوجه ويدمج اسمه فيها ان هم الاثنين يقدموا استقالتهم. طبعا احنا عارفين ان الاستاذ جاسر النهارده كمان ما راحش لان هو تعبان. وسمعت برضه ان الاستاذ هشام طيب برضه هيستقيل لما يرجع من عمان، حاجه زي كده. في كلام كتير ان حضرتك بيتقال واحنا بنسمعه، لكن زي ما هقول لحضرتك يعني كان من ضمن يعني احلى يعني اكيد احلى التعليقات اللي انا سمعتها كانت 5 مرة هنقدم استقاله ونرجع فيها تاني. حاله من الحزن داخل الجماهير كمان كملت بفريق السله في شهر ابريل. بالنسبه لهم زي ما بيقولوا البسمه الجماهير الاسكندريه. وانت حضرتك عارف استاذ احمد. طيب انت قلت لي ان الكابتن محمد عمر راح والكابتن احمد ساري راحوا للجمهور كابتن احمد ساري وكابتن هاني سرور كمان كان متواجد، وكابتن محمد عمر كانوا متواجدين حوالي من الساعه، كانوا متواجدين. يعني انا بعد ما رجعنا من ماتش النادي الاهلي رجعت على النادي لقيت كابتن محمد عمر وكابتن هاني سرور وكابتن احمد ساري كانوا متواجدين بيتكلموا مع الجمهور بيتفاوضوا معاهم. طب نحل المشكله ديت، نهدى نشوف نقعد نتكلم، طب عايزين ايه، طب نتكلم. قالوا له يا كابتن، قالوا لهم كده والله احنا مصممين مش ماشيين لغير لما مجلس الاداره ده يقدم استقاله. بالدكتور عفت طبعا. برئاسه الدكتور عفت، لان هم شايفين كمان ان التخبط الاداري رحيل المدربين. بس دكتور عفت مصر على موقفه ده اللي انا سمعته. الدكتور عفت هو اعلن، كان في احد التصريحات اللي قال فيها انا منتخب من الجمعيه العموميه فانا قاعد باصوات الجمعيه العموميه. فكان ضمن التعليقات اللي ظهرت النهارده، وكان من ضمن الكوميديا في الكومنتات من الجماهير النهارده، واحدى كتير كان قريته النهارده يعني قمه كوميديا. بيقولوا احنا بعد الثوره الاستاذ محمد مسرحي راح من وقفه احتجاجيه، الدكتور عفت السادات مش هيلحق غير لما ينزل لنا درجه ثانيه. ده كانت تعليقات الجماهير النهارده. تمام، بشكرك يا ابو حميد، وهنخوض اكتر في الكواليس مع كابتن هاني سرور. في نقطه بس عايز اتكلم فيها معلش. طب نروح للكابتن هاني الاول بعد كده نتكلم. كابتن هاني ازي حضرتك؟ يا كابتن ازيك يا حبيبي؟ اخبارك يا ابو كباتن؟ ربنا يخليك يا كابتن. حبايبك هنا معايا اهو كابتن جارم، كابتن اسناوي وكابتن جارم حبايبي. كابتن ازيك يا كابتن؟ كابتن ازيك؟
الله يخليك يا يوسف، ازيك يا ربنا حبيبي؟ يخليك يا حبيبي. كابتن القصه يا كابتن كده وصل لحد فين؟ يعني انت قربت اكيد من الدكتور عفت السادات وشايف غضب من بعض قيادات الجماهير المعروفه جوه نادي الاتحاد السكندري. القصه كده راح لحد فين يا كابتن هاني بخبرتك؟ لا والله الوضع سيء جدا يا كابتن، الوضع يعني أسوأ ما حد يتصور. النادي بيمر بظروف صعبة جدا جدا، فرقة الكورة في حالة يرثى لها، الأزمة المالية اللي لم تمر بنادي الاتحاد موجودة. الشهر الجاي مطلوب مننا 4-5 مليون جنيه، فرقة الكورة ما خدتش فلوسها، فرقة الطايرة أنا قعدت معاهم قبل ما استقيل ب4-5 أيام كده، ما قدرتش اتكلم معاهم، لهم 450,000 جنيه بقالهم 6-7 شهور. قطاع الناشئين بتاع كرة القدم كابتن اسناوي يقول لك موجود معانا في القطاع، بقالهم ده رابع شهر ما خدوش ولا هم ولا لعيبه مرتبات. الباسكت لهم عقود من السنه اللي فاتت والسنه دي، فالوضع صعب جدا. سيبك بقى ان احنا ما عملناش حاجه كمان لاعضاء النادي اللي هم انتخبونا في الجمعيه العموميه، ما ادينا لهمش اي حاجه تذكر، وانا قلت الكلام ده وانا قاعد مع الدكتور عفت وانا في تأبين الكابتن بوب الله يرحمه، قلت يا جماعه احنا ما عملناش حاجه قدام الدكتور عفت كان بعض اعضاء المجلس، كان نفسنا نعمل حاجه للاعضاء لحد دلوقتي ما عملناش اي حاجه. فالوضع بصراحه يا كابتن وحش جدا. عشان كده حضرتك استقلت. انا شيء، انا بص يا كابتن، انا قدرت، انا يعني خلاص اقتنعت ان انا مش هقدر اعمل حاجه. طيب دكتور عفت ليه ما يعني انت بتقول ان في الشهر اللي جاي مطلوب 4-5 مليون طبعا. والجماهير بتطالب برحيل الدكتور عفت، وفي ناس بتقول ان الدكتور عفت هو اللي بيصرف على النادي، هو اللي معاه فلوس. هو الدكتور عفت في بعض المواقف بيحل ازمات ماليه يا كابتن، يعني لازم نقول. طب يمشي ازاي بقى يا كابتن هاني من وجهه نظر البعض؟ بيسلف النادي يا هاني ولا بيتبرع يا هاني؟ يا كابتن ايوه كابتن، بيتبرع للنادي ولا بيسلف النادي؟ لا، في حاجات بيتبرع وفي حاجات بيسلف، يعني الاثنين. بس يعني مثلا فرقه الباسكت الاسبوع اللي فات مش عارفه تسافر، كلموه في هو مش رئيس النادي يا هاني، رحنا خدنا من المكتب 40,000 جنيه عشان فرقه الباسكت تسافر. عشان كل لعيب ياخد 1000 جنيه؟ لا، ده عشان السفريه. لا، لعيبه الفريق الاول مش اديته لكل لعيب 1000 جنيه؟ لا ينفع؟ ده احنا بنكمل لهم جزء. بتكمل ايه؟ 1000 جنيه يعملوا ايه يا كابتن؟ لا جارم، لا كنا بنكمل لهم جزء من ال 25% بتاعهم. بتدافع عنه يا هاني لسه يا هاني؟ لا مش لا، ما تتكلم يا هاني. يا هاني جارم، يا هاني نادينا بيروح في ده يا هاني، وقع. ما انا بص يا جارم، انت لازم بص يا هاني، لو بتحب النادي انت قدمت استقالتك خلاص، انتوا لو بتحبوا النادي قدموا استقالتكم. جارم، الموضوع مش موضوع دفاع عنه ولا حاجه، الموضوع ان انا بقول كلمه حق بس. انت بتقول لي هو اللي بيدفع للنادي، بيدفع، لا، لكن انا بقول لك، طب انا بقول لك ان في ازمه ماليه طاحنه في النادي. طب ما يواجه الناس اللي مقتحمه النادي ويروح، مش هو رئيس النادي الشرعي اللي الصندوق جايبه؟ طب ما يروح يتكلم مع الناس، يقدر يواجههم؟ ما انا بقول لك يقدر. انا بسالك دلوقتي للمجلس صعب يتواجد في النادي وصعب انت هاني طيب طول عمرك ومحترم، انت زميلي وانا عارفك، انت راجل بتحب نادي الاتحاد ومحترم. ما احنا عشان بنحب النادي بنقول الكلام ده. بس واضح يا كابتن هاني ان في مراره عند الكابتن جارم والكابتن اسناوي عند قدام اللاعبين. بس هاني شخصيه محترمه. مظلومين يا كابتن، لانه قدام النادي مظلومين وما بياخدوش حقهم، وبنجيب احنا مش عايزين حقنا يا هاني، احنا عايزين نادينا يبقى كويس. كابتن بس انا مش عايز حاجه. كابتن شحته وكابتن يا كابتن هاني نصار يا كابتن طب اسمع يا كابتن كابتن اسناوي، حقنا عليكم كمجلس اداره ان نادي الاتحاد يعيش في امان يا جماعه، مش طالبين اكتر من كده. دي اهم حاجه يا طب يعني هو الامان ده هيجي بسهوله يا كابتن ولا محتاجين شغل ومحتاجين؟ انتوا اخترتوا مين يجيب لعيبه الكوره السنه دي؟ نصيبه. نعم. انا مش عايز اقول بقى مصيبه. انا قلت يعني انا بقول بتقول اسمع يا كابتن. طب اسمع يا كابتن هاني، انتوا اخترتوا حد من اللعيبه دي مجلس الاداره او لجنه الكوره؟ انت مش لجنه الكوره؟ لا اجتمعتوا؟ لا، هو اللي بيختار الدكتور عفت، وانا قلتها مع الكابتن. يعني ما هنقول ايه تاني بقى؟ قلت الكلام ده، يبقى هو يتحمل مسؤوليته. كابتن ما انا قلت الكلام ده، قلت بس كده هو يتحمل المسؤوليه يا هاني. طب اسمع يا كابتن هاني، اسمع كابتن جارم يا كابتن هاني. ايوه حبيبي، هو يتحمل المسؤوليه يا كابتن. طيب واحنا بنلغي عنه المسؤوليه؟ ما انا بقول ان هو يتحمل المسؤوليه، وقلتها مع الكابتن كريم شحاته. كابتن بعد اذن حضرتك يا كابتن، ايوه كلكم متحملين مسؤوليه نادي الاتحاد، مش هو لوحده. لا طبعا، وانا قلت برضو الكلام ده. واحنا لما كنا اخترنا حضرتك عشان تمثلنا في مجلس الاداره، ما كناش طالبين منكم انكم تقعدوا ساكتين يا جماعه.
وقلت قبل كده هتنجحوا وهتقعدوا في التكييف، وهو ده اللي حصل فعلا. ايه الجديد اللي قدمتوه لنادي الاتحاد؟ انت عارف انا بحبك قد ايه يا كابتن، انما انا بحب نادي الاتحاد اكتر من اي حد في الدنيا. طبعا. طب بص يا كابتن اسناوي، انت عارف انا قد ايه اتخانقت في المجلس وقمت كذا انا عارف، بس ايه ما احنا عارفين طبعا يا كابتن، بس لوحدك هتعمل ايه؟ وهل هو مشكله نادي الاتحاد ان يجي واحد يبقى النادي عليه فلوس ويقولوا له النبي ابعت هات لنا من البيت؟ طب انتوا جايين ليه؟ بص يا كابتن، انا مره في ماتش في موضوع عمرو ابو الخير، لما هو صمم يمشي عمرو ابو الخير، قلت له يا دكتور ليه ماشي عمرو ابو الخير؟ الراجل محقق 12 بطوله، ما ينفعش يمشي يا دكتور، ما ينفعش. صمم ان يا كابتن بيحب ويكره يا كابتن. يعني هو يعني هو كابتن هاني صمم كمان ان كابتن عمرو ابو الخير عشان السله تبوظ رخره، عشان السله تبوظ. ايوه عشان ايه؟ عشان السله تبوظ الكوره ويبقى نادي اجتماعي على الترابيزه، فانا ونادي سباحه على الترابيزه، هو ده المخطط. بتخبط على الترابيزه، قلت له الشرق الاوسط الجديد على الترابيزه. انا نادي الاتحاد داخل في الشرق الاوسط الجديد، من ضمن الناس اللي كنت واقف ضده في مواقف كتيره، لكن انا عارف رئيس نادي الاتحاد بحترمه. اختلافي معاه في الراي ومشاكل كبيره في المجلس، كل جلسه اقوم واتخانق، وفي تأبين بوبو برضه اتخانقت، ما كانش عايز يعمل تأبين للكابتن بوبو، او عايز يعمله في مكان معين، وزوجة الكابتن بوبو الحاجه زينب عايزه تعمله في مكان معين، واتخانقت. هو ما يعرفش قيمه الكابتن بوبو. ايوه هو ما يعرفش قيمه الكابتن بوبو طبعا، لو يعرف قيمته لازم يعمل له تأبين. يعني رئيس نادي، ثواني يا كابتن هاني، يعني رئيس نادي الاتحاد مش من اسكندريه يا كابتن، ما يعرفش تاريخنا. طب انا مش من اسكندريه واعرف تاريخ الكابتن بوبو، طيب وعارف قيمه الكابتن بوبو. يعني عايز تقنعني يا كابتن جارم ان رئيس نادي الاتحاد السكندري مش عارف يعني ايه بوبو؟ ما هو كلام عضو مجلس اداره. هو انا قلت الكلام ده، هو كلامه وانا برد على كلامه. لو جيت لواحده مش قال كان رافض، احنا ما رحناش قطعناه. هتقول لها الكابتن بوبو، هتقول لك كابتن بوبو زي ما هنقطع المئويه اللي هيعملها ان شاء الله. انتوا هتقطعوا المئويه طبعا. اسمع دي يا كابتن هاني. ايوه يا كابتن، ده بقول لك هيقطعوا المئويه. مين هيروح؟ لا هو يعني احنا بص يا كابتن، احنا اللي عايز يروح يروح. انا من هنا بقول انا بقطع يا كابتن هاني. ثواني يا كابتن هاني بالله عليك ثانيه واحده. لا بالمجلس ده انا ما يشرفنيش ان انا ابقى في يعني كابتن جارم انت واحد من اللي حطوا يعني طوبه في تاريخ نادي الاتحاد، مش هتروح المئويه؟ الطوبه اتهدت يا كابتن. ايه كده يبقى الطوبه الاتحاد، الطوبه اتهدت. تقديري ليه قد ايه وحبي ليه قد ايه هو والاسناوي. انت عارف يا كابتن، خصوصا انا بقول لك جارم، انت يعني حاجه عظيمه في اسكندريه وفي نادي الاتحاد، هو عارف كده. كابتن وحضرتك عارف ان حضرتك قيمه عندنا كبيره جدا. طيب كابتن هاني دلوقتي يا كابتن في استقالات كتيره جدا، يعني انا بدات اسمع يعني بعد حضرتك اول واحد قدمت استقالتك. لا لحد دلوقتي ما فيش حد قدم استقالته. لا انا سامع مصطفى حسين، حازم الرجال، وائل رفاعي، دكتور سمير عبد الحميد. لا رسمي ما حدش قدم لحد دلوقتي. ما حدش قدم؟ لا كورق رسمي لا ما حدش قدم. حضرتك الوحيد بس؟ انا لما رجعت المره اللي فاتت رجعت والله يا كابتن جوال تحت ضغط. انا كلمتك قلت لك ارجع اول واحد، فاكر؟ طب كابتن هاني السيناريو دلوقتي يا كابتن بالاستقالات دي كلها لو اتقدمت او لو ما اتقدمتش، واضح كده يعني ان في جمهور رافض وجود دكتور عفت السادات، وانا سامع ان الدكتور عفت بيعاند ومش عايز يمشي. انا كنت في النادي يا كابتن جمال دلوقتي، انا طالع من النادي دلوقتي، كنت فوق في اوضه مجلس اداره الناس فرشه فيها ونايمه. فرشه؟ ايوه. فرشين ايه؟ نايمين يا كابتن في اوضه مجلس، يعني حاطين مراتب يعني وبطاطين وكده؟ ايوه دي حقيقه. انا شفته وانا كنت قاعد معاهم دلوقتي. وبعدين عملت ايه بقى؟ قعدنا معاهم، وكان معايا الكابتن محمد عمر والكابتن احمد ساري وبعض من جماهير النادي والمحبين والناس اللي هي عامله التذمر دي وعامله الثوره، كنا قاعدين معاهم عادي يعني. قالوا لك يعني هم قالوا لك ايه؟ يعني انا اعرف ان انا اسمع ان عادل شكل ومجموعه كبيره من معاه قاعدين جوه اوضه المجلس. بالظبط يا كابتن. قعدت اتكلمت انت بقى مع عادل ومع باقي الجمهور؟ بقول لهم، حتى انا بقول لهم يا جماعه اوعوا حد يجي ناحيه الاوضه بتاعت النادي والكؤوس والميداليات والمقتنيات النادي. قال لي لا كابتن احنا بنحب النادي ومش هنيجي ناحيه حاجه. قلت لهم انا سمعت ان في كؤوس تستخدم. قال لي لا دي بعض المواقع كتبت الكلام ده، احنا مع الولا الاجنبي والولا عادل. قلت لهم يا جماعه اوعوا حد يجي ناحيه اي حاجه في نادي الاتحاد. قالوا لي لا يا كابتن احنا بنحب نادي الاتحاد وبنعشق نادي الاتحاد، مش ممكن هنيجي واحد يكسر ولا يسرق ولا بتاع. فدي كانت كلامي انا رايح له. طب انت يعني انت رايح تحافظ على التراث او على الكؤوس والميداليات اللي موجوده جوه النادي. طيب طلبت منهم اي طلبات يا كابتن هاني غير كده؟ يعني هم لقيتهم، يعني انا بقول لهم يعني طريقه التعبير دي ان انتوا تحتلوا اوضه مجلس الاداره وتقطعوا طريق والحاجات دي حاجات مش مطلوبه في مصر عامه، مش في قالوا لك ايه؟ لا لقيتهم هم مصممين على رايهم، فانا سالوا لي تعالى يا كابتن خلاص هو
ونزلت، لكن انا يعني بحاول ان يحافظوا على النادي الاتحاد. طيب يعني هم مصرين على استقالة دكتور عفت السادات؟ بالظبط كده، بالظبط. طب وموقف دكتور عفت يعني بتسمع ايه بيتقال ايه عن موقف دكتور عفت؟ لا انا ما اعرفش، ما تعرفش دكتور عفت ايه؟ لا ما اعرفش. انما هم مش هيمشوا من النادي لما تحصل الاستقالة. بالظبط، ده كلامهم. كل المحاولات بقت بالفشل منك ومن الكابتن احمد ساري ومن الكابتن محمد عمر واستاذ عمرو شوقي. بالظبط كده. لا هو يعني مش يعني الاسامي اللي انت قلتها مش كانت كلها رايحه عشان تثنيهم عن قراراتهم. يعني انا كنت رايح على اساس اثنيهم عن قراراتهم ويهدأوا ويهدوا الامور وبلاش تحطيم اي حاجه في النادي. ده كان مروحي السبب يعني. بس هم قاعدين بقى وفارشين وبايتين وقاعدين ومستقرين. ايوه. المنظر ده لما انت شفته كان احساسك ايه؟ والله احساس قاتل يا كابتن، احساس يحزن يعني طبعا. اتصور احترامي ليهم طبعا يحزن ان ده يحدث في نادي الاتحاد، النادي اللي بيمثل 9 مليون. طب ما قلتلهمش هاني ليه يعملوا مجلس اداره هم قاعدين في الاوضه؟ لا احنا يعني مرة بقى. والله بص يا كابتن انا عن نفسي يعني فين هو؟ طيب ما يروح يتناقش مع الجمهور. طب هو فين الدكتور عفت صحيح؟ ما يروح يتناقش مع الجمهور. فين المجلس؟ فين المجلس؟ قدم استقالته. رئيس النادي فين المجلس؟ موجود. دي كلها رئيس النادي مش موجود يا هاني. اسمع كابتن هاني، كابتن هاني مش رئيس النادي موجود؟ ما تكلمه في التليفون يروح يقعد مع الناس دي يشوف مطالبهم ايه. ما ينفعش يقعد، الناس سايره يا كابتن، ما ينفعش يقعد يعني مش قادر يواجههم. بعد اذنك يا كابتن هاني. ايوه كابتن. بعد اذن حضرتك، لو الناس دي قعدت في النادي شهر مين اللي هيدير النادي في الشهر ده؟ ما هي دي بقى مش في انشطه. طب يا كابتن مش مفروض من مجلس اداره يخش النادي يواجه ولا نهرب ونقعد في البيت؟ ما حدش يقدر دلوقتي، الناس سايره يا كابتن. ما حدش يقدر. طب لا اله الا الله، طب ما حدش يقدر ليه؟ يمكن هم خايفين طبعا لما الامور يا كابتن بعد اذن حضرتك خايفين. طب اشمعنى انت رحت؟ سؤال يا كابتن، خايفين نروح النادي؟ صح يا كابتن جارم. انت رحت؟ كابتن جارم قال لك اشمعنى انت رحت يا كابتن؟ صحيح. شفت بقى عشان انت عارف ليه يا كابتن؟ عشان انت ابن نادي الاتحاد. بالظبط. عشان علاقتي بالناس دي كلها. طبعا. طب ما ده اللي انا طب بقوله. هم بقى اعضاء المجلس مش من ولاد نادي الاتحاد؟ لا خالص. لا ايه ثانيه واحده يا كابتن هاني، ثانيه واحده يا كابتن هاني. لا باقي اعضاء المجلس مش ولاد نادي الاتحاد؟ دكتور عفت لا امال منين؟ نادي الاتحاد عمال يمر بمجالس ادارات غريبه جدا. لا يعني الاسماء مثلا عندي دي مثلا نهى الملاح، هشام حسن، هشام الطيب، مصطفى حسين، حازم الرجال، يعني حازم الرجال وهشام حسن من ولاد نادي الاتحاد. والباقي لا ما تعرفهمش؟ لا نهى مثلا والدها. يا كابتن خلينا في جزئيه هم ولاد نادي الاتحاد. لا انا بقول لحضرتك لا مش ولاد نادي الاتحاد. لا مش يعني هم اللي يوجعهم نادي الاتحاد خالص. لا مش بس الجمعيه العموميه اللي جابتهم هي كلها تلميع. الجمعيه العموميه جابتهم ليه يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ هم دول اللي موجودين النهارده. ما فيش حد بينزل مجلس اداره نادي الاتحاد خايف على النادي او قوي او شديد. ان الاسامي الثقيله دي مشت خلاص. طب بشكرك كابتن هاني على المداخله ونروح لفاصل وارجع بقى اشوف ايه قصه مجلس الاداره ديت من الكابتن جارم وكابتن اسلام، ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية. كانوا يقولوا كده لان الواحد لازم يتعب ويشقى عشان يوصل اللي هو عايزه، بس ممكن كل ده يروح في الهواء لو الواحد ما جاتلوش الفرصه. والفرصه جات لي في 2004 في دوري بيبسي للمدارس، سافرت معاهم المانيا وانجلترا والاردن، وبعد ما رجعت من معسكرات دوري بيبسي الناس ابتدت تشوفني تعرفني، واكيد ما كنتش اوصل للمنتخب الا عن طريق الفرصه اللي خدتها في دوري بيبسي للمدارس. دوري بيبسي للمدارس فرصه حقيقيه، 10 سنين ومكملين، تحت رعايه وزاره الدوله للرياضه ووزاره التربيه والتعليم. دلوقتي وانت في مكانك تقدر تعمل كل خدماتك الحكوميه. لو عايز تستخرج بطاقه رقم قومي من اي مكان في مصر، وبطاقتك هتوصلك لحد مكانك. كمان لو عايز تعرف الاوراق المطلوبه لاستخراج جواز سفر، شهادة ميلاد أو شهادة وفاة، قسيمة جواز أو طلاق. ولو عايز تتأكد من بيانات العربية المستعملة قبل ما تشتريها وهل هي مسروقة ولا لأ، اتصل من أي محمول على 1757 أو من أي خط أرضي على 09821 مع خدمة سوبر ديجيتال لخدمات الحكومة الإلكترونية. مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه الله.
احنا مش هنقدر نخطي خطوه لقدام الا لو كلنا مدينا ايدينا ايدين بعض وساعدنا بعض. احنا عايزين نساعد الامن عشان يرجع، مش كل يوم نحط له قنبله موقوته. النغمه دلوقتي ايه؟ انت ضد الثوره، انت مع الثوره. المساله دي خطيره جدا. المساله دي افقدت هذا الشباب انتمائه. الفساد تحول الى اكبر مؤسسه في مصر. برنامج اختاروا الجمهور في دائرة الضوء قناة النهار رياضة، المبدع إبراهيم حجازي. في دائرة الضوء مع إبراهيم حجازي في الأوقات التالية على النهار رياضة. هذا البرنامج برعاية لما دوري بيدي فرصة لنص مليون طالب هتلاقي مواهب ما كنتش تتخيل إنها موجودة في مصر. يعني آلاف المدارس في كل محافظات مصر بتمارس الرياضة بشكل منظم. طبيعي إن دوري بيبسي المدارس يطلع 50 لاعب محترف زي الشناوي وغيرهم كتير. وعندنا حوالي 15 لاعب منتخبات مصر طالعين من دوري بيبسي للمدارس، وفعلا دوري بيبسي للمدارس فرصة حقيقية. 10 سنين ومكملين تحت رعاية وزارة الدولة للرياضة ووزارة التربية والتعليم. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لاين. اتصل على الأرقام التالية: هذا البرنامج برعاية عجبتك؟ اهلا بكم مره ثانيه. كابتن جارم كابتن جارم بيقول لي حاجات غريبه في الفاصل. من ضمن الحاجات بيقول لي في شوله طلعت من النادي. ايه الشوله اللي طلعت من النادي دي؟ انا ما شفتش، لكن انا اثق في زميلي الكابتن محي عثمان. قال لك ايه بقى؟ اتصل بيا الصبح الساعه 11 اول امبارح. قال لي في واحد يعني يعني بلاش اسامي، رتبه في البوليس بس على المعاش. على المعاش. عضو في النادي؟ عضو في النادي. شايل شوالين اوراق. شوالين اوراق. فقال لي زعقت وناديت على العمال عشان يمنعوه من على الباب. ما يقدرش هو يتعرض للراجل يعني. تمام. عبال ما ندى وعمل والحق وبتاع، عمل مذكره بيه عند جاسر. في مذكره موجوده. هي دي القصه اللي اتقالت على الكابتن ايهاب جابر ان هو في ورقه. لا ما اعرفش، انا ما اقدرش اظلم بحق الله. انا في شوالين طلعوا لكن مين او ايه اللي فيهم؟ ما هو ممكن انت لو بتتكلم على الكابتن ايهاب جابر يبقى عقود، لا ما ممكن يكون اوراق ماليه، اوراق مستندات. يعني طب هو يعني الورق ده كان فين؟ اللي جوه الشوله ده كان فين الورق؟ ما برضك انا ما كنتش موجود، والكابتن محي فوجئ بيه وهو معدي قدامه. فقال له جاي منين بقى مش عارفين. بس ممكن كابتن اي حاجه يعني، ممكن لا حاجه ايه يعني مثلا؟ اي حاجه يعني معاه شوالين يعني. هو ايه علاقته اصلا مجلس الاداره اللي هو المتقاعد؟ هو الموضوع غامض، ما هو مش عارفين. هو المفروض المذكره اتعملت، المفروض يتحقق فيها. ما هو الكابتن محي عمل مذكره. عمل. انا سالته عملت مذكره، قال لي هعملها اهي. هكتبها. قلت له تكتبها. بس واضح ان دكتور عفت مش هيمشي. لا مش هيمشي. ليه؟ تاني تاني الصندوق جابه بس كده كفايه. يعني عشان مش هنعيد الكلام اللي قلناه. عشان الصندوق جابه. والله لو هيجيب للنادي ارض والفرقه تنزل درجه تانية، انا اول واحد هقول يكمل المده بتاعته. يجيب للنادي ارض والفرقه تنزل؟ مش مهم. مش مهم فرقه نادي الاتحاد تنزل؟ مش مهم. هنطلع ان شاء الله. احنا عندنا فرقه 95 يا كابتن، 5-6 لعيبه. انا بقول لك من هنا اهو لازم يتعمل لهم عقود يا اما هيمشوا. فرقه 95 طب فيها 4-5 ولاد ومحمد نور عارفهم، وكان ساري هيلاعبهم. ما هو ساري كان ماشي صح يا راجل. امال ايه؟ احمد ساري كان ماشي احمد ساري كان ماشي صح. كابتن احمد ساري وعصام شعبان فاكر لما جاب ساري من سنه ونص. يعني احمد ساري اتظلم؟ طبعا اتظلم طبعا. اتظلم طبعا. احمد ساري عشان بيحب نادي الاتحاد
قبل ان هو يشتغل بالوضع ده لانه بيحب نادي الاتحاد جدا. انا كنت سامع انه بياخد مرتب قليل قوي. لا هو ده اصلا انا مش، ده هو ما كلمش. ما خدتش بالك ان هاني النهارده قال لك احمد ساري كان موجود؟ شوف هو اقاله على الهوا وجرى اما عرف راح يدافع عن الاتحاد. هو ايه اللي ودى ساري؟ راح يقنع الناس. وكابتن محمد عمر برضه، ومحمد عمر بالظبط، وكابتن هاني سرور، كلهم لعيبه كوره. مش عضو مجلس اداره. هاني مش جاي كعضو مجلس اداره. طب كابتن محمود بكر طبعا. اهلا كابتن عمنا طبعا كباتن. بخير يا احمد جمال، ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ وحشنا يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ تعيش. مين معاك؟ معاك كابتن جارم وكابتن اسناوي. اوه باكو وينج ماشي. بس كانوا جامدين قوي يا كابتن. جامد جدا، ده الاسناوي ده كان بيشوط جامد قوي. لا والله. يخليك يا كابتن. والجارم بيرقص قوي ويجيب ضربات جزاء. تلامذتك يا كابتن، تلامذتك. جيل عظيم، جيل عظيم يا كابتن بكر، واسكندريه كلها يعني جيلكم النادي الاولمبي وجيل كابتن جارم نادي الاتحاد. انا مش عارف يا كابتن ايه اللي بيحصل في نادي الاتحاد دلوقتي، وكلام وجمهور معتصم. البلد كانت عظيمه ساعتها. يعني الكل كان بيبقى واقف على سلمته، والكل عارف مقامه، وكل ليه كبير وليه صغير، فكانت الامور كلها ملمومه وكانت الناس عايشه كويس. طب ودلوقتي يا كابتن محمود، يعني نادي الاتحاد انت شايفه ازاي؟ شايف اللي بيحصل واعتصامات وناس قاعده جوه اوضه المجلس وحاجات غريبه. يعني نادي الاتحاد ده انعكاس الاحداث اللي بعد الثوره، اللي محدش عارف مين بيضرب مين ومين عاوز ايه، ومين اللي يقدر يقول لا ومين يقول عمليه سايبه جدا جدا، لدرجه ان الناس دلوقتي ماشيه كل ما تقابل واحد يقول لك في ايه اللي حصل، ايه اللي كذا. فده انعكاس. لان انا افتكر زمان والكابتن الجارم يمكن والكابتن اسناوي يعرفوا لما كان ضابط المباحث ملازم اول ونقيب بياخد الشمسيه ويقعد في مدرج 8 و9، فاكرين؟ طبعا. ومعاه 2 مخبرين. اي حد يخرج عن المألوف، تعالى يا ابني ليه كده؟ ولا معلش يا بيه، وخلاص. الامور كانت بيبقى فيها ضبط وربط. ما تعرفش من ساعه ما الشرطه اتضربت عن عمد، ما تعرفش عن ان مصر اتضربت عن عمد، مين اللي بيرحب بالكلام ده؟ فاعتقد ان مش يخشوا اي حد غرفه مجلس اداره. ده انت بتشوف لوح القضاء العالي واسلوب الجنزير